والله بص، من صغري وانا في ابتدائي، في تانية ابتدائي، اول حادثه شفتها في واحد من اعز اصدقائي كان بيحب يرسم. خلصنا الترم الاولاني، دخلنا الترم التاني ما لقيتهوش. سالت عليه فعرفت ان هو توفى، يعني مش مستوعب. بعديها بقى جدي، ثم جدتي، والدي، ثم والدتي، ثم اخويا. بحس في عقد ما بيني وما بين الموت. اكتر حد اثرت بيه والدتي، مربياني وهي كل حاجه في حياتي. تعبت حوالي 7 شهور ما بين المستشفيات. جه في يوم الدكتور قال لنا ايه، يبقى اخر اسبوع. توفت بعدها بيومين على طول. في دكتور كده؟ مش مصدق. ساعات بقعد امسك نفسي كده وبحلم ولا حقيقي. ربنا اختارها. توفت وانت كام سنة؟ وانا 26 سنه. وبعديها اخويا اللي انا كنت مربيه، اخويا توفى وهو 20 سنه. بعد حادثة ضيق طارق ده وانا نايم كل يوم متخيل ان انا هموت، يعني من وانا طفل. اصعب ساعات النوم. بنام الصبح دايما خايف من الضلمه ويبقوا كلهم نايمين وانا صاحي. نفسي اي حد يقوم يشرب ابقى انا صاحي معاه. تخيل ان انا هموت، انا هدخل القبر بالناس اللي انا بحبهم، بالناس اللي هم بيحبوني. بجيب لنفسي وجع القلب. انا لو كنت وحيد معرفش حد، كانت هتبقى احسن يعني. ربنا يكتر حبايبك.